ازاي اعرف ان انا عندي اضطراب نفسي او بتعامل مع شخص عنده اضطراب نفسي؟ الاضطرابات النفسية دي بتبقى حالة من حالات عدم الاستقرار النفسي. الشخص ده مش مستقر، بتحصل له مشاكل. الشعور بالغضب العارم لسبب غير منطقي. يعني مشكلة صغيرة بتلاقي الإنسان بيغضب غضب سريع جدا جدا، وعنده رغبة شديدة في الانتقام. يعني مثلا طلب حاجة من زوجته اتأخرت عليه، قام ماسكها ضاربها علقة شاتمها، عامل مشكلة كبيرة. أو الست العكس، إن هي لسبب صغير جدا بتعمل مشكلة كبيرة جدا. الشخص المضطرب شخص شكاك في حاجة اسمها البارانويا، اضطراب الشك. ان هو دائما يشعر ان اللي حواليه في نظرية مؤامرة دائما، شكوك في تصرفات اللي حوله. فلو بيجيلك احساس دائما بالشك وان اللي حواليك بيخططوا لك او بيخدعوك، وفي الاخر بتلاقي نفسك شايف ان ده مش صح، فده بيدل ان الشخصية مضطربة. الشخص المضطرب بيحب الحاجة وبيكرهها في نفس الوقت. تلاقيه متحمس جدا لحاجة وبعد كده مستاء جدا ان هو عمل الحاجة دي. وده متكرر بقى، تلاقيه دايما راكب مرجيحة كده. نشيط جدا، خامل جدا، كريم جدا، بخيل جدا، حنين جدا، قاسي جدا. ده بايبولر اللي هو ثنائي القطب. الشخص اللي تلاقيه دائما عنده فقدان للشغف وكسل وخمول ونوم ورغبة في الموت، او بيحس ان هو دايما هيموت. ده ممكن يكون نوبة من نوبات الاكتئاب، ولو متكررة لازم نتابع فيها طبيب نفسي. الشخص المضطرب دائما غير مستقر، يعني مش مبسوط، مش سعيد، ومش حاسس ان هو بيسعد اللي حواليه. بيراجع نفسه كتير وبيعمل حاجات غصب عنه. حساس جدا، حساسية مفرطة باتجاه المواقف والكلمات والاشخاص والايماءات والايحاءات. لما نلاقي انا عندي مشكلة او الطرف الاخر عنده مشكلة، مش عيب ابدا ان انت تتفهم مشاعرك، وان انت تعرف ان انت بتعاني من مشكلة في كثير من المشاكل. يعني الشخص اللي هو عنده اضطراب الشخصية النرجسية، ممكن علاج معرفي سلوكي، بتقعد تتكلم مع حد، بتفهم طبيعة الحياة، بتتعلم الأخلاق الحسنة، ممكن تقرأ وتعتمد على نفسك. يعني إيه شخص رحيم، يعني إيه رحمة، يعني إيه مودة، يعني إيه محبة. لما تقرأ كتير العقل بيتغير والتصرفات مع الناس بتتغير. او تستعين بشخص يتكلم معاك يفهمك، يخليك تلبس نظارة تشوف بيها الامور من زاوية مختلفة. في كثير من الاضطرابات النفسية بتحتاج علاج معرفي سلوكي، بعدها الدنيا بتكون احسن، بتكون اهدى بكتير. في بعض الاضطرابات محتاجة ان الانسان ياخد علاج دوائي بيهدي المشكلة، لأنه في إنسان شكاك جدا أو عنده وسواس قهري أو عنده نوبات غضب غير عادية، فالحاجات دي بتخليه يهدى. التشخيص السليم، ما ينفعش الزوجة تقعد تتفرج على كام فيديو زي الفيديو ده مثلا وتقول أنا جوزي نرجسي. تدخل على اليوتيوب أو على الجوجل أو على التيك توك وتقعد تقلب وتقول ده أنا جوزي ده عنده مشكلة بارانويا مثلا أو بايبولر أو أي حاجة. اللي بيشخص طبيب نفسي، في مقاييس، في اختبارات نفسية بتتعمل علشان نقول الشخص ده مريض ولا مش مريض. فما نشخصش حد لأن احنا مش متخصصين. نترك هذا الامر لاهل التخصص. بس انا بقول اللي عنده مشكله، اللي حاسس ان عنده مشكله او ان هو بيتعامل مع حد عنده مشكله، نقرا ونستشير. حتى لو اللي قدامي عنده مشكله، في طريقه للتعامل مع المضطربين نفسيا، بنخليهم احسن، بنستوعب المشاكل بتاعتهم، بنقنعهم بالذهاب الى طبيب نفسي. لو انا عندي المشكله انا بتعامل معاها، لان مش عيب ان الشخص يمرض، دي حاجه مش بايدك. ونقطه مهمه جدا يا ريت نخلي بالنا منها، ان معظم هذه الاضطرابات بتورث. يعني الاولاد لو نشأوا في بيئة زي دي هيبقى عندهم مشاكل في طريقة تفكيرهم، وهيبقوا محتاجين علاج معرفي سلوكي. ولو اتطورت الامور واثرت على جسدهم هيبقوا محتاجين علاج دوائي. فنلحق الامر بدري، مش عيب، لان الشخص المضطرب نفسيا هو بيعاني، هو نفسه دائما يعاني ويجعل الاخرين يعانون.